يلا بينا عشان هنعمل مع بعض شكشوكة بس شكلها شيك جدا. دي المكونات بتاعتنا: الخضار توم وطماطم وفلفل وبصل متقطعين مربعات صغيرة جدا. جبنا الطاسة بتاعتنا وحطينا فيها زيت زيتون وبدأنا نشوح البصل، وبعدين ضفنا عليه الفلفل الرومي الأخضر، وبعدين ضفنا عليه الطماطم، وبعدين ضفنا عليه الثوم وبدأنا نشوحهم كويس جدا. ضفنا عليهم كمون حصى، وضفنا الملح وضفنا الفلفل، وبعدين قلبناهم كويس وهنغطيها 2 ل 3 دقايق. هنيجي بعد كده نشيل الغطا ونعمل فتحتين صغيرين كده، دول اللي هنضيف فيهم البيض بتاعنا. ضفنا بيضة وبيضتين، ده طبعا على قد الناس اللي احنا بنقدم لهم الأكلة. وطبعا حطينا الملح والفلفل على البيض بتاعنا، اوعوا تنسوا الموضوع ده، ما تكتفوش بالتوابل اللي اتحطت على الخضار. غطيناها وسيبناها برضو حوالي 3 ل 4 دقايق على نار هادية جدا، وبدأت تستوي معانا. بنضيف الطاسة الخضرة بتاعتنا سواء كانت بقدونس او كزبرة، طبعا الطعم اللي انتوا بترتاحوا فيه. وخلاص استوت الحمد لله وطلعناها. هنفتح البيضة دلوقتي عشان نشوفها وهي سايحة من جوه. يلا بينا بالسكينة. كله طلع تمام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو، محتاجين دعمكم. هنا احنا سايبين لكم الطريقة اللي قطعنا بيها الخضار علشان لو حد فيكم مهتم يشوفها بالتفصيل. يلا ناكل من جوه الحلة واستنونا في فيديو جديد.